بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في الحصة السادسة قبل الأخيرة في منهج أكتوبر في الآي سي تي. Common ICT Problems and Solution، بعض مشاكل اللي بتقابلك وانت بتشتغل على الكمبيوتر وازاي بتحلها. بسم الله. الأول بنفهم الدرس وبعدين بنعرف ازاي بيجي فيه سؤال في الامتحان. نيجي نفهم الدرس. بدأ الدرس ICT Tools like كمبيوتر، بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات زي الكمبيوتر، التابلتات، اللابتوب can help you do a lot of task، بتساعدك في ان تعمل حاجات كتيرة جدا زي writing school report، بتعمل تقارير مدرسية، homework، مايكروسوفت وورد، بتكتب على طريق برنامج الوورد، researching information online، بتعمل بحث عن طريق النت، playing games، بتلعب على الكمبيوتر. however ايا كان these devices may have temporary breakdown، بعض هذه الأجهزة ممكن يجي لها break down عطل or failure that prevent you from turning them on، انت بيجيلها عطل مش هتعرف تكمل شغل عليها. طيب common ICT problem and solution، تعال نتعرف على بعض هذه المشاكل وازاي نحلها. اول مشكلة app can't or won't open، انت جاي مثلا تفتح لعبة او برنامج زوم، تروح جاي لك الرسالة دي البرنامج مش شغال او الزوم مش عايز يفتح. في 4 حلول ممكن تعملهم. اول حل ان انت تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك. طيب عملت ريستارت وبرضو البرنامج او اللعبة ما اشتغلتش، تشيك سوفت وير ابديت، في ابديت للعبة دي او للزوم ده نزل ولا لا. لو ما نزلش تروح منزل الابديت بتاعه. طيب عملت كده وما تحلتش المشكلة، بتعمل انستول اند ري انستول ذا اب، بتروح عامل ازالة لهذا التطبيق او هذه اللعبة اللي هي الزوم او اللعبة دي، بتعمل لها ديليت خالص وبتعيد تسطيبها من اول وجديد. طيب عملت كده وما اشتغلتش، تسأل بقى المدرس بتاعك او تستعين باحد افراد اسرتك. يبقى اول مشكلة اللعبة او التطبيق ما بيفتحش. تاني مشكلة، خلي بالك الدرس ده بيجي منه سؤال او 2 في الامتحان. تاني مشكلة the mouse cruiser isn't working، شايفين كده الكروزر ده اسمه كروزر اللي هو السهم ده ما بيتحركش. تمام، طب ما بيتحركش نعمل ايه؟ قال لي make sure that you connect the mouse cable the correct place in method board then restart your PC، اتأكد ان الكابل بتاع الماوس متوصل كويس بالكمبيوتر وبعدين اعمل ريستارت. عملت كده واتأكدت ان الكابل متوصل وعملت ريستارت وبرضو السهم مش عايز يتحرك بتاع الماوس. قال لي replace the mouse with a new one، بدل الماوس بتاعك بماوس جديد. طب عملت كده وبرضو الماوس ما اشتغلش، يبقى هنا بقى ايه؟ اسأل المدرس بتاعك ask your teacher or family for help، او عائلتك لحل هذه المشكلة. المشكلة الثالثة the keyboard isn't typing، الكيبورد مش عايز تكتب حاجة على الجهاز، نفس اللي عملناه مع الماوس. make sure the connect keyboard cable correct place motherboard، تأكد ان الكابل بتاع الكيبورد متوصل كويس بالجهاز واعمل ريستارت. عملت كده وما اشتغلش، ريبليس كيبورد بكيبورد جديدة، اعمل هات الكيبورد دي شيلها وهات كيبورد جديدة. طب عملت كده وما اشتغلش، اسأل المدرس بتاعك ask your teacher or family for help، او احد افراد عائلتك انه يساعدك. طيب your screen freeze، الشاشة مرة واحدة اتجمدت، يعني تيجي تكتب لا الشاشة واقفة، الفيلم وقف، اللعبة وقفت. هنا هتعمل حاجة اسمها كنترول الت ديليت، ودي محل سؤال في الامتحان. كنترول الت ديليت، ال3 زرار مع بعض. طب عملت كده والجهاز ما اشتغلش، اعمل ريستارت للجهاز. طب عملت كده وما اشتغلش، اسأل المدرس بتاعك او احد افراد عائلتك. فهتلاقي الريستارت واسك يور تيتشر في كل الحالات. لكن اللي بيختلف ان هنا الفريز سكرين فريز بنعمل كنترول الت ديليت، في الماوس والكيبورد بنتاكد ان الكابل متوصل كويس. الحاله الاولانيه خالص اللي هي البتاع ده مش شغال، بنعمل له ازاله واعاده تسطيب تاني، او ان احنا بنشوف ايه السوفت وير ابديت، التحديث بتاع هذا البرنامج. طيب المشكله الخامسه يو كانت فايند فايل، في فايل معين او درس معين جوه الكمبيوتر بتاعك انت مش لاقيه.
طيب اول حاجه تشيك يور داونلودز فولدر، روح للفايل اللي اسمه داونلود وتاكد ان الفايل بتاعك مش جوه. طيب if you're looking for Microsoft Word file look in your document folder. لو انت بتدور على الفايل ده وورد يبقى تروح لخانه اسمها دوكيمنت وتدور جواه. طب لو انت بتدور على فوتو صوره يبقى تدور في بيكتشر فولدر في ملف الصور. طيب عملت كده وما لقيتش، او انت try doing search using search box في القائمه بتاعت ستارت هنا في قائمه سيرش اكتب اسم الفايل هنا. طب انا عملت كده وما لقيتوش، ask your teacher or family for help، اسال المدرس بتاعك او حد من العائله بتاعتك. بس كده ده الدرس بتاعنا. طب ازاي يجي الدرس ده في الامتحان؟ choose the correct answer، تخير الاجابه الصحيحه. الاي سي تي تولز، الادوات بتاعت تكنولوجيا المعلومات، زي ايه؟ كمبيوتر ولا مايكروسوفت وورد ولا بوث اوف ذيم؟ الاثنين. الكمبيوتر من ادوات التكنولوجيا والوورد من ادوات التكنولوجيا. طيب most ICT problem، معظم مشاكل تكنولوجيا المعلومات can be solved by، تستطيع حلها بواسطة pressing delete alt control، ان انت تضغط على control alt delete، ولا checking connect تأكد من الاتصال، ولا restart the device، ولا تعمل restart للموبايل او للكمبيوتر. restart the device، هتلاقي كل المشاكل فيها restart. طب if the نقط you may need to check of the keyboard كابل. if the A فانت هتحتاج تتأكد من الكابل بتاع الكيبورد انه متوصل كويس، يبقى الكيبورد isn't work، ان الكيبورد مش شغال، عشان كده انا بتأكد من كابل الوورد، وده جه في محافظة القاهرة. طب in case you couldn't open application، انت دلوقتي مش عارف تفتح التطبيق او اللعبة، المفروض تعمل ايه؟ you should ايه؟ ها، ريبليس كيبورد ملهاش دعوه، ريبليس ماوس ملهاش دعوه، ريستارت ريستارت يور ديفايس، اعمل ريستارت لهذا الجهاز. You can use A to write school report، انت بتستخدم ايه عشان تكتب الريبورتات بتاعت المدرسه؟ مايكروسوفت وورد. بريس اند هولد، اضغط باستمرار على كنترول والت وديليت لما ايه؟ سكرين فريز، وجه في امتحان الجيزه. if an app can't open it، لو الاب ده مش عايز يفتح، the following are possible solutions except، كل الحلول دي ممكنه ما عدا لو التطبيق مش عايز يفتح. ان انت تعمل ابديت، المفروض نعمل له ابديت. reinstall and application، اعاده تسطيب اللعبه. checking the search box، روح دور على اللعبه في البوكس، لا هو ده اللي غلط. the command responsible for closing all application on computer or laptop is، الامر اللي بيعمل كلوز لكل الابليكيشن في الكمبيوتر اسمه ايه؟ كنترول الت ديليت، تمام، اللي هو اول واحد. بعد كده if you want to find file، لو انت عاوز تلاقي فايل on your PC على الجهاز بتاعك you should تعمل ايه؟ use search box، تمام. if you download file from internet your PC، لو انت حملت فايل من على الانترنت للجهاز بتاعك you can find it فين؟ هتلاقيه فين؟ في الداونلودز فولدر. طب it's preferable after repairing or reconnecting the mouse، يفضل بعد تصليح او اعادة توصيل الماوس، تمام، ان انت تعمل ايه؟ restart للجهاز. when you are unable to solve a problem، لو انت معرفتش تحل مشكلة في الكمبيوتر بتاعك you must ايه؟ ask your teacher or family for help، ان انت تسأل المدرس بتاعك او احد افراد اسرتك للمساعدة. صح وغلط؟ if the app won't open، لو الاب مش عايز يفتح يبقى انت هنا check that your software is up to date، ايوه تعمل له تحديث. if you can't find، خلي بالك الاسئلة دي تقراها او حد يقراها لك وبعدين تحلها، يعني احنا بنحلها مع بعض وبعدين تحلها تاني لوحدك، خلاص غلطت تحلها تاني، بس كده ان انت بتبقى حافظ شكل السؤال، لان الامتحان بتاعك زي ما قلنا صح وغلط واختر، فاحنا عايزين نتعود لان صعب ان احنا نحفظ كل الحاجات دي. if the app، لو التطبيق won't open مش عايز يفتح check that your software is up to date، قلنا if you can't find file، مش لاقي الفايل، تعمل ريستارت للجهاز، لا دي الحالة الوحيدة اللي مش بنعمل فيها ريستارت، اللي هي اللي الفايل مش لاقيه. بريس ديليت كنترول الت ديليت امتى؟
لما الماوس مش شغال، لا، لما يحصل فريز للشاشه، الشاشه اتجمدت. طب using search box helps you find any file on your PC. احنا بنستخدم السيرش بوكس عشان نلاقي اي فايل. if you're enable to open application، لو في application مش عايز يفتح بنعمل له install and reinstall، بنعمل له delete يعني بنلغيه خالص وبنعيد تسطيبه. ايوه مظبوط. طيب the first thing you should do when you have problem with your computer. اول مشكله اول حاجه بتعملها اول ما تقابلك مشكله في الكمبيوتر ask your teacher. لا، دي اخر حاجه بنعملها. it's better restart your computer after checking the keyboard connection. من المفضل ان انت تعمل ريستارت للكمبيوتر بعد ما تركب الكيبورد. if the app still won't open، ما زال الاب او التطبيق مش عايز يفتح، restart your computer. ICT can help you write your homework and play games. ادوات تكنولوجيا المعلومات بتساعدك في كتابة الواجب بتاعك ولعب الالعاب. زي الكمبيوتر، التليفون، كل دي ICT. removing the word program، ان احنا نشيل برنامج الوورد from device من جهازك. help solve most problem، ممكن يساعد في حل بعض المشكلات. لا. remove and reinstall، ونعيد تسطيبه تاني. تمام. طيب بعد كده اكمل باستخدام الكلمات التاليه. press and hold control alt delete لايه؟ في سكرين فريز. طب install و reinstall لايه؟ لو الاب مش عايز يفتح، اب won't open. طيب do search use search box، find file عشان الاقي فايل. check mouse connection، يبقى باونتر doesn't work، السهم او المؤشر مش عايز يشتغل. الباونتير اللي هو السهم ده اللي رايح جاي ده. طيب اخر حاجه، ودي مش هتجيلك في الامتحان بس حاجه من الموجوده في كتاب المدرسه. بريس كنترول الت ديليت امتى؟ لو السكرين حصل لها فريز. دونت دو سيرش يوزنج بوكس نيكست، لو انت بتدور على حاجه يبقى فايند فايل. طب ريستارت يور كمبيوتر اند تراي اوبننج ات اجين، ده اللي هو الاب مش عايز يفتح. طب انستول وري انستول برضو للاب اللي مش عاوز يفتح. بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. كده فاضل لنا درس واحد. يا ريت نعمل شير ولايك للدرس ونشترك في القناه. طبعا هنزل الحاجات دي كلها مجمعه ان شاء الله قبل مراجعه شهر اكتوبر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.